ابراهيم ماذا ده كنتوا مخبيينه فين؟ طب ماذا بقى؟ طب ماذا بعد؟ ايه يابا؟ ابراهيم الماظه المفروض يسموه، مش ابراهيم ماذا. الماظه عندنا اللي هي الماس في مصر، المفروض يسموه ابراهيم الماظه مش ابراهيم ماذا. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. الموهبه اللي كانت يا دوبك نازل من على الدكه في الماتش الاولاني، الماتش الثاني شفناه اتفرجنا عليه قصاد بوركينا فاسو، بيعمل عظمه في الملعب الراجل، سواء على مستوى الرؤيه والافكار والتحركات واللي. الماتش الثالث يا باشا احلى اهداف على عيونك، واحلى تسجيل على عيونك، واحلى صناعه على عيونك، وكل حاجه حلوه انت عايزها على عيونك هتلاقي ابراهيم ماذا مقدمها لك في الملعب. بصراحه من اللعيبه المبهره بصريا بشكل مش طبيعي. انا من الحاجات اللي استوقفتني، انا عايز اشوف ابراهيم ماذا ده عنده كام سنه يا جماعه. ابراهيم ماذا احنا بنتكلم في لاعب عنده 20 سنه، هذا الولد متواجد في باير ليفركوزن. يمكن انا ما بتفرجش على الدوري الالماني، فالناس اللي بتتفرج على الدوري الالماني تقول لنا الواد ده بالحلاوه دي في الدوري الالماني بسم الله ما شاء الله. يعني ابراهيم ماذا مع فريق باير ليفركوزن بنفس الحلويات والسكريات والشربطات والحاجات الحلوه اللي بيلعبها مع منتخب الجزائر دي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني اذا كنا بنتكلم في المغرب على ابراهيم دياز ان احنا بنقول ان هو احسن لاعب في بطوله كاس الامم الافريقيه لحد دلوقتي، ابراهيم ماذا اعتقد من دور المجموعات هو حسم جائزه افضل لاعب شاب. خلاص يعني جائزه افضل لاعب شاب محسومه للملك ابراهيم ماذا، خلص الموضوع على كده. الولد بيقدم مستويات بسم الله ما شاء الله والله اكبر واللهم صل على النبي مش طبيعيه يا جماعه. الراجل بسم الله ما شاء الله، يعني في الثلاث ماتشات اللي لعبهم، اللي هو ماتش نازل كبديل وماتشين لعبهم كاساسي، الراجل مسجل هدفين وصانع هدف ومقدم اداء جوه الملعب فوق الطبيعي بشويتين. انا حاسس كاني بتفرج على، عارف انت اللي هو ايه، يعني كان زين الدين زيدان رجع بالزمن ورجع لعب مع منتخب الجزائر مثلا. انت بتتفرج على مستوى بيقدمه جوه الملعب بسم الله ما شاء الله مش طبيعي. الولد امكانياته الفرديه خارقه بشكل فوق الوصف، وعلى لاعب عنده 20 سنه. يمكن احنا ما سمعناش عن دوره في باير ليفركوزن ان هو بيجي بطوله كاس الامم الافريقيه وبيقدم بالشكل ده. لا دي حاجه تستحق الاشاده وتستحق الاحترام، سواء من جانب المدير الفني اللي بالاول مباراه خد قرار ان ابراهيم ماذا لازم يكون اساسي مع منتخب الجزائر، او حتى من جانب اللاعب نفسه اللي اول ما خد الفرصه ثبت فيها وقدم لنا العظمه اللي هو بيقدمها جوه الملعب.